على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم السيرة من نور. السيرة من نور. في هذه الحلقة سنتوقف عن قراءة صحيح البخاري في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وباسمكم جميعا نستضيف حبيبنا وأخينا أبو ياسر موسى محمد نور، المدير التنفيذي لجمعية كبيري الخيرية. فباسمكم جميعا نرحب به ونقول له أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله أبو ياسر. الله يحييك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البدء أشكر الشيخ برهان جزاه الله خير، دائما سباق الخير، ودائما فاتح له فاتح لنا أبواب هذه القناة المباركة. فنشكر الشيخ برهان، ثم نشكر القناة على أن فتحت لنا بابها وأعطت لنا هذه الفرصة لكي نوصل رسالتنا وصوتنا إلى الأمة بأكملها، من الشعب الإريتري ابتداء ثم إلى الشعوب الأخرى، حتى نذكر أخواننا بأن هناك كثير من الناس من هم بحوجة إلى مساعدة إخوانهم في البدء اللاجئين الإريتريين الموجودين في شرق السودان وإثيوبيا وجيبوتي واليمن، وكذلك في إندونيسيا، وأينما وجدوا في جميع أنحاء العالم. للأسف الشديد الغربة طالت، ومع طول الغربة أصبح لديهم إشكالية الفقر وإمكانية العمل، فلذلك أصبحوا دائما محتاجين. وغلاء الحياة كما تعلمون في كل أنحاء العالم أصبح غلاء فاحش، فلذلك نحن اليوم هنا لكي نوصل رسالة إلى التجار والإخوة المحسنين وكل من له هم أبناء جلدته. أبو ياسر، قبل أن ندخل نحن في هذا، سندخل أولا في فضل الصدقة عموما. في الصدقة عموما ربنا عز وجل يقول في قوله تعالى: مثل المؤمنين الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لو تحدثنا أولا ترغبنا حول هذا أثر الصدقة على المؤمن، ثم ندخل في نقطة أيضا صدقات النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى الله عليه وسلم. طبعا كما تعلمون أنه الصدقة في كل الأحوال. هناك ما شاء الله من الناس من ربنا فتح عليهم من الأموال والرزق، وهناك فقراء، فضروري جدا من أنه المحسنين وأصحاب الأموال أن يتصدقوا في كل حال، لأن الله سبحانه وتعالى امتحانهم. هذا الرزق هذا هو بالنسبة لهم هو امتحان،
ويؤجرون إذا ساعدوا إخوانهم المحتاجين. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني ينفق ويتصدق في غير رمضان، وفي رمضان طبعا كان وضعه يختلف تماما كالريح المرسلة. فلذلك أنه نحن واجب علينا أصلا في أيامنا المعتادة أن نتصدق ونبحث عن الفقراء، ويعني نتحرى أو نبحث عنهم ونساعدهم كما يعني أمرنا الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام. طيب جميل. طبعا كما تفضلت أخونا أبو ياسر أن الصدقة من أعظم العبادات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ووردت فيها نصوص كثيرة جدا جدا. يعني هذه الآية التي قرأناها وغيرها من قوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه عزيز غفور، إنه غفور شكور. وهذه الآيات وغيرها يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم ما من يوم يطلع فيه الشمس إلا وملكان أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفه، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفه. ويقول عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. إذن باب الصدقة كبير. في الحديث الضعيف: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ونحن هنا في هذا المنبر نذكر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من خلال صحيح البخاري. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. نعم. أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فإذا كان كذلك عليه الصلاة والسلام في رمضان فواجب على الأمة أن تقتدي به. كما أن الصدقة تدفع على الإنسان الشرور العظيمة وتطفئ أيضا غضب الرب. كل هذا يحثنا على أن نتصدق. والله سبحانه وتعالى كما تفضلت ابتلى الأغنياء بالمال وابتلى الفقراء بالفقر. ابتلى الفقراء بالفقر. وعليه إذن تكون بوابة حلقتنا هي عن الصدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من برنامجه في رمضان أن لا يرد أحدا، وكان كثير الصدقة صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل على عائشة في بيته ووجد شاة مذبوحة كان يسأل عن الشاة فتقول ذهبت كلها وبقي كتفها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش العكس. نعم. بقيت كلها وذهب كتفها. نعم. إذن هذه مقدمة. أخونا أبو ياسر، أنت رجل تعمل في مجال الخير والتعاون على البر والتقوى وجمع الصدقات في جمعية كبيرة. أولا عرفنا من هي جمعية كبيرة ومتى تأسست وماذا تعمل؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، مؤسسة كبيرة هي تأسست في 2006-2007. جميل. وعندما تأسست كان همها أنه كيف تساعد المحتاجين الموجودين في أنحاء العالم، ابتداء من شرق السودان، ثم تمتد بعد ذلك إلى إثيوبيا وجيبوتي وبعد ذلك يعني إلى إندونيسيا وغيرها من بعض الدول. فطبعا غيرها من الجمعيات عندما بدأت بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت بإخوانها الإريتريين المتواجدين في
في بريطانيا وفي السعودية، وعلى يعني رأسهم الشيخ برهان كان من أحد الداعمين، الله يجزيه خير، يعني من أول من بداية الجمعية، وهو يعني كان لها داعم وسند يعني لهذه الجمعية. والحمد لله في الأوان الأخيرة، لعلها في 6 سنوات الأخيرة، بدأنا يعني نأخذ مساعدات من بعض إخواننا الآسيويين اللي هم موجودين في داخل بريطانيا، جمعيات مختلفة، وبرضو في بعض المراكز الإسلامية صاروا يدعمونا بشكل الحمد لله ملحوظ. وطبعا إشكالية كانت طبعا في الجمعية أو في الجالية الإريترية نفسها، أنه الكثير من الجاليات الموجودة في بريطانيا لا تعرف أين تقع إريتريا، وما هي قضية إريتريا، وماذا يعني مشكلتهم، ولماذا هم مهاجرون. فبفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا نعرف الناس عن الجالية الإريترية وقضيتها ومشكلتها، ومدى يعني متى بدأت الهجرة ولماذا هاجروا، وأن هي الحبشة هم من استضافوا الصحابة، وكانت أول الهجرة إلى الحبشة. فالحمد لله يعني شيئا فشيء بدأنا نعمل بشكل ملحوظ ولله الحمد. وطبعا بعد ذلك يعود الفضل إلى قناة السلام أيضا التي أتاحت لنا الفرصة، وعندنا كذلك يعني طبعا إعلانات في قناة راديو في بريطانيا سنويا، يعني دائما في رمضان وفي الأضاحي. فالحمد لله بدأنا نعمل بشكل ملحوظ يعني، وبدأت تنعرف بشكل أكبر جمعيات كبيرة في بريطانيا. وطبعا هي في إثيوبيا والسودان يعني معروفة، خصوصا في السودان. هل لديها فروع؟ لا، ما لديها فروع، لا ما عندها فروع، ولكن تتعامل في السودان وأثيوبيا وجيبوتي واليمن وكذلك إندونيسيا كذلك. يعني في كل مناطق اللي يوجد فيها الإريتريين. نعم. وبل حتى في تركيا بفضل الله سبحانه وتعالى عملنا مع الإخوة في مزايا في الكوارث حقت اللي صارت في تركيا، فكان عمل مميز صراحة. وهذه السنة كذلك عملنا مع جمعية الأمل، أسأل الله أن يعود للأمة أملها. عملنا مع جمعية الأمل في عملية ابننا محمد أول خير، الذي كان يعني ما شاء الله مشروع جبار، والحمد لله العملية نجحت. وجمعية الأمل كانت صراحة انطلاقة قوية أظن من هذه المبادرة اللي قاموا بها. هذه هي ولله الحمد. طبعا كان لنا أنشطة كذلك في بريطانيا، بنذهب إلى المدن البريطانية هناك في عدة مدن، ونعمل إفطار جماعي، ونعرف إخواننا الإريتريين بأن هناك من الإريتريين من هم يعني فقراء وبحاجة إليكم. والله يا شيخنا يعني لعلها يعني تكون صدمة أحيانا عندما تكتشف أنه في بعض الشباب ما يعرفون، يعني ما عندهم علم بالقضية التي يعني توجد في شرق السودان، مدى معاناة الإريتريين هناك. لأنه يعني ممكن هؤلاء الشباب الذين ممكن يعني كبروا في الغرب، وقد يكون بعضهم في الخليج، ويعتقدون أن الأزمة هي أزمة إريتريا فقط يعني، لكن هناك أزمة مأساوية موجودة الآن، والمجاعة في السودان والله يا شيخنا بشكل ما تتصور. طيب سنأتي إليها. طيب. الآن أخذنا نحن نبذة عن جمعية وأنها تعمل والحمد لله منذ 2000 وكم؟ 2006. جميل. منذ هذه الفترة وإلى يومنا هذا هي تعمل في دعم إخواننا الإريتريين في السودان وأثيوبيا وجيبوتي واليمن وإندونيسيا وفي تركيا أيضا. طيب نريد أن نتعرف أبرز ما تقوم به الجمعية، يعني هي في ماذا تعمل هذه الجمعية وماذا قدمت؟ طيب هي طبعا تعمل في الغالب في السلالة الرمضانية. هذه من الأساسيات الموجودة اللي هي يعني ضرورة المسلمون هناك ينتظرونها. ثم كذلك عندنا في حفر الآبار، ولله الحمد يعني حفرنا يعني من الآبار اللي هي تتجاوز 1200 بئر في الهند فقط يعني.
ما شاء الله. وحفرنا في السودان كذلك يعني بئرين اللي هم البئر الارتوازي. أي نعم. وفي جميل. إثيوبيا كذلك. جميل. ثم بعد ذلك طبعا اللي هو نحن في طبعا المشاريع هي في موسمية يا شيخنا، وفي اللي هي الوقف اللي مثلا مساجد. نحن بنينا 5 مساجد في السودان. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. من ضمنها طبعا 2 مركز للنساء. 2 مراكز إسلامية. 2 مراكز إسلامية نعم. ما شاء الله. وبنينا كذلك النساء في أي مدينة؟ في عبودة. عبودة. في عبودة. وفي عندنا واحد في شقراب، هذا في المعسكر. شقراب كمان. شقراب في عبودة. وفي واحد في ود شريفي. يعني 3 مساجد و2 مركز إسلامي. مركز إسلامي. نعم. ما شاء الله. المركزين الإسلامي هو في واحد في عبودة وواحد في شقراب. وفي إثيوبيا كذلك بنينا مسجد في إثيوبيا. إيه. في أحد القرى، يعني هي قرى حتى ما أذكر اسمها صراحة لأنه الاسم شوية اسمه هذا، لكن بنينا هناك يعني. ماذا بنيتوا في أثيوبيا؟ بنينا مسجد. جميل. نعم. جميل، مسجد. طيب هل بنيتم مسجد في أريتريا؟ والله للأسف، مع أنه بتجينا طلبات، لكن طبعا الإشكالية طبعا كجمعية رسمية مسجلة والبريطانيين يعني معقدين، فيقول لك كيف سوف تحول الفلوس هذه إلى إريتريا. أي. فلذلك يعني ما استطعنا، وإلا في تجينا طلبات بمساجد في مراكز. لا الأفضل نقول البريطانيين نظاميين. نعم. ما نقول معقدين. نظاميين. أحسنت. نعم. نظاميين. نعم. نعم. ومن عمل بالنظام فإنه إن شاء الله يصل لمراده بإذن الله. بإذن الله. جميل. طيب حبيبنا جزاكم الله خير. طبعا أنتم تقومون أيضا بالإغاثة. هل قمتم بالإغاثة في فترات مثلا النكبات، في فترات نعم نعم نعم. قمنا تحدثنا عنها. طيب كان في عندنا طبعا في فترة الفيضانات اللي كانت في السودان، ولله الحمد يعني حاولنا نشتغل في معظم مناطق السودان، ليس في كسلة فقط، لأنه في ذيك الفترة في المخيمات ما كان في أي فيضانات. الفيضانات كانت في الخرطوم، في النيلين. فالحمد لله قمنا بحملة، وكانت حملة ملحوظة، والحكومة السودانية برضو يعني كان عندها علم، وهذه كانت لنا بصمة يعني مع الحكومة السودانية. كذلك في فترة الشتاء قمنا بتوزيع 33,000 بطانية، وهذه يعني طبعا شحناها من بريطانيا إلى السودان. جميل. هذه 33,000 بطانية فقط، غير أنه أخذنا 180 سرير للمستشفيات المتضررة، و400 كرسي للمعاقين، الكراسي بتاع المعاقين هذه. شوف. ثم بعد ذلك عندما حدث مشكلة في إثيوبيا مع تيغراي، كان في طبعا نزوح من التيغراي، كانوا نازحين إلى السودان. فقمنا الجمعية الوحيدة التي يعني قامت في ذيك الفترة أو بادرت في أول المشاكل هي كانت كبيرة، ولله الحمد حصلنا على تصريح، ودخلوا الممثلين حقنا هناك في السودان وقاموا بتوزيع الخيم. قمنا تقريبا ب150 خيمة بتوزيعها للاجئين اللي هم اثيوبيين نقول عليهم، ولا تيغراي هم هذول. شفت كيف؟ إيه. زيد على ذلك كان في طبعا سلات غذائية، وكان في أكل يعني اللي هو سخن، يعني وجبة قدموا لهم. ثم قدموا لهم كذلك الملابس الأطفال، وبعض الأواني المنزلية اللي هي المطبخ، يعني لأنهم هم جاءوا مغتربين يعني. yeah. هذه هي بالنسبة للكوارث التي قمنا بتقديمها. جميل. جميل جدا جدا، جزاكم الله خيرا. طيب حبيبنا فيما يتعلق يعني احنا نسمع حقيقة ما شاء الله جمعيات بريطانية إريتريا لها جهد مبارك، وهي من ضمنها جمعية كبيريه، وجمعية إيثار. نعم. وجمعية كافل. صحيح. وجمعية أمل. هل بينكم تعاون وتنسيق؟ بالتنسيق هو يعني بمعنى اللي هو نحن عندنا التعاون في أمور اللي هي تقدر تقول
بنتعاون نحن في داخل في بريطانيا، لكن هناك يعني لا يوجد، لانه كل جمعيه هي منفرده. ايش اوجه التعاون بينكم في بريطانيا؟ يعني بيكون في لقاءات، في اجتماعات مع تشاور، يعني زي كذا تقريبا. نعم. نعم. لكن هي طبعا كل جمعيه لها يعني استراتيجيتها، وكل جمعيه لها يعني طريقتها، وكل جمعيه لها يعني داعمينها، فتختلف يعني في. طيب بارك الله فيك. طيب فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك، من خلال 2006 إلى يوم كم وجبة يعني أفطرتم، أو كم إفطار، كم مسلما أفطر على يديكم وعلى مائدتكم؟ هذه تقريبا إذا يحضرني الاسم هذا، لكن كان تقريبا يمكن في حدود 150 ألف 150 ألف تقريبا شخص يعني وجبة. نعم. خلال السنوات الماضية. ما هي خطتكم هذه السنة؟ هذه السنة بإذن الله تعالى نحن يعني الخطة إنه نعطي 1500 سلة رمضانية. 1500 سلة رمضانية موزعة على أي دول؟ موزعة هي تقريبا 1000 هي تروح للسودان بإذن الله تعالى. السودان إيه؟ نعم، لأنه أكثر النازحين هناك هم، ويعني 200 إلى جيبوتي. طيب خلينا نقف هنا الآن أخونا أبو ياسر. كيف وضع إخواننا الإريتريين في السودان مع الحرب القائمة الآن؟ والله طبعا للأسف الشديد وضع الإريتريين الآن يعني كما يحدثني الإخوة هناك الممثلين لجمعية كبيرة، يعني للأسف حتى الأمطار التي كانت يعني تساعدهم قليلا في الزرع، حتى الأمطار لم تنزل هذه السنة، فكان عندهم جفاف يعني. فلذلك الوضع يعني صعب جدا. والمشكلة أنه كل بيت في كسلة، يعني لو بدأنا من الكسلة مثلا، كل بيت صار يستضيف أكثر من أسرتين. وهذا الشخص هذا يعني ليس تاجر، يعني يكون موظف، فالموظف طبعا ينتظر الراتب، وحتى الرواتب لم تصرف لهم بسبب الحروب الموجودة الآن. فلذلك هم في معاناة شديدة زي ما يقولوا. وكذلك حتى اللي في المخيمات الآن، الناس يعني هربوا من الخرطوم وهربوا من المناطق هذه اللي فيها حرب، وذهبوا إلى المخيمات هناك. والمخيمات أصلا يعني ما فيها شيء، هم دائما في انتظار الجمعيات. والجمعيات كما تفضلت يا شيخنا اللي تساعد الإريتريين في السودان هم الوحيدين يمكن ما بين كبيرة وإيثار، شفت كيف، وكافل، يعني هذه الجمعيات هي الثلاثة. وإن شاء الله يعني أمل في طريقها إن شاء الله. هيئة الإغاثة البريطانية ما تقوم بشيء في السودان؟ والله يعني اللي كان رئيسها حبيبنا الإريتري ما اسمه؟ نصر الدين. نعم. والله هم يقولوا هذا، لكن عندما نسأل الإخوة في السودان حتى يعني الناس المسؤولين يقول لك يا أخي نحن ما رأينا شيء، يعني سواء يعني في جمعيات كبيرة جدا يعني ما فيهم، يعني زي ما قلت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وفي جمعيات كبيرة جدا، لكن لم نرى يعني عندما نسأل الإخوة هناك يقولوا ما في إلا الجمعيات هذه اللي تأتينا، يعني أكثر جمعيتين تأتي إلى هنا قالوا هي يعني إيثار وكبيرة فقط. طيب يعني وضع إخواننا اللاجئين أين أصبح الآن؟ اللي كانوا موجودين في مخيمات يعني 26 وأم سقطة ومخيم شجراب ومخيم والشريفة، أين هم الآن؟ هم ما زالوا في المخيمات. ما زالوا في المخيمات. وما مر عليهم الحرب ولا آذتهم لا الحمد لله الحرب ما مر عليهم، لكن هو اللي ضرهم الوضع الاقتصادي، لأنه المواد هي أصلا تأتيهم من الخرطوم. أيوة. فلذلك الآن بسبب الحرب الدمار اللي حصل في الخرطوم هم تأثروا بهذا الشيء. والمساعدات يعني مثلا أمثال جمعية يعني زي ما ذكرنا كبيرة ولا إيثار، اللي كنا يعني نذهب كل سنة ونحن معنا ضيوف ونحن معنا محسنين، الآن لا نستطيع أن نذهب. أيوة. بسبب الحرب الموجودة هذه. فلذلك يعني قل المواد اللي كانوا يستلموها أو السلال اللي كانت بتروح لهم يعني. جميل. وعليه فيعني
طيب الآن كيف توصلون لهم هذه السلال وكيف مع الحرب؟ طبعا نحن اللي بيصير، نحن عندنا ممثلين هناك في كسلة، فنحن نحول لهم الفلوس عن طريق طبعا نظامي اللي هي شركات تحويل عندنا، شفت كيف؟ جميل. فهم هناك يتم بشراء المواد، طبعا في مواد لكن هي مو زي اول، ما زي لما كان في الخرطوم. الان هم عن طريق بورسودان. عن طريق بورسودان. نعم، أيوة. عن طريق بورسودان بتاتيهم، يعني حتى في ناس بيسافروا ويدخلوا يخرجوا عن طريق بورسودان. لكن نحن يعني تشترى البضائع من بورسودان وتذهب إلى المخيمات. إلى كسلة. بعد من كسلة هل اختلف أسعارها بسبب الحرب؟ نعم، ارتفع أسعارها زي الدول الآن. نعم، ارتفع أسعارها لأنه في أنت عارف كل شيء بيرتفع أسعاره، لأنه بسبب البنزين، بسبب الحرب، بسبب التجار كذلك. يعني للأسف يعني ما زي أول، يعني ما عندهم ما متوفر عندهم المواد كلها. جميل. طيب إخواننا المتواجدين في أثيوبيا الآن مع الأوضاع السياسية المختلفة، اختلاف آبي مع الأمحارة وتدخل النظام الإريتري في هذه الأمور والحرب اللي كانت سابقة ولاحقة، إخواننا المهاجرين الإريتريين في أثيوبيا إيش وضعهم؟ والله وضعهم طبعا أصعب من السودان. وضعهم أصعب من السودان، لأنه يعني على الأقل الحكومة السودانية حتى أيام ما كانت الحكومة يعني بتعطيك التصاريح وفي مرونة في التعامل مع المجتمع، مع الشعب الإريتري. لكن في إثيوبيا أصعب ما يكون، يعني عشان تأخذ التصريح صعب جدا، عشان تدخل المواد أو عشان تحول الفلوس إلى هناك بيتعاملون مع الجمعيات بشكل صعب جدا. فوضعهم صراحة أنا أقول لك يعني أصعب بكثير من الوضع في السودان. لذلك نحن حتى لو شفت أنت في عدد في كمية اللي بنرسل لهم سواء في السلة الرمضانية أو في الأضاحي، دائما بيكون عندنا نوع من الحرج إنه نوعد الناس إن نحن نرسل ونتفاجأ إنه إيش، إنه ما في طريقة إنك تحول الفلوس. هناك يقول لك ما في جمعية تستلم الفلوس هذه. طيب أنتم حددتم 1500 وجبة إفطار أو صلاة. نعم. رمضانية، 1000 منها إلى السودان، 500 إلى أين؟ هذه 500 هي بإذن الله تعالى، طبعا هو هذه الخطة، لكن قد تتغير. يعني إذا وجدنا في صعوبة أن نحن نحول إلى إثيوبيا قد ممكن نزيدها، يعني نزيد السودان ثم يعني نرسل إلى جيبوتي واليمن. يعني اليمن طبعا أسهل شيء، لكن في اليمن طبعا زي ما أنت عارف اللاجئين في اليمن ليسوا بالعدد الكبير. إيه طبعا أنت ذكرت لنا اليمن وجيبوتي وإندونيسيا، وذكرت لنا أيضا أثيوبيا. نعم. فأثيوبيا أنت تقول الآن الإيصال ربما يكون صعبا. نعم. لكن كم النصيب؟ يعني أنا لا أريد أن أحرجك بالأسئلة، لكن هل سيكون لإندونيسيا نصيب؟ هل سيكون لليمن نصيب؟ هل سيكون لهؤلاء نصيب؟ بإذن الله تعالى. عندنا طبعا إندونيسيا بالمناسبة هم مش كثيرين، يعني احنا آخر إحصائيات اللي كانت عندنا هم يعني ما يتجاوزوا 50 فرد، يعني أسرة على أفراد يعني. فليسوا بالكثير يعني. أما باليمن ما عندنا يعني أي صعوبة. اليمن يعني يمكن بعد السودان تجي اليمن في سهولة التوصيل. جميل. فاليمن ما عندنا أي إشكالية. طيب في نهاية هذه الحلقة أخونا أبو ياسر، ماذا تريد أن ترسل رسالة لذوي اليسار من الإريتريين الأغنياء في كل أنحاء العالم، وقناة سنام بفضل الله يشاهدها الجميع، وأنتم طبعا لا تفرقون في إعطاء الصدقات بين المسلم والمسيحي والنصراني، الجميع يستفيد من هذه الصدقات، أليس كذلك؟ نعم. والله ما أريد أن أوصله طبعا بالنسبة لوجبات الصيام هي للمسلمين لأن هم الذين يصومون. صحيح. لكن الصدقات العامة تكون للجميع، النصارى وغير النصارى. نعم. رسالتي من هذه القناة المباركة للإخوة اللي ربنا فتح عليهم من أبواب رزقه أن لا تبخلوا على إخوانكم الإريتريين. دائما تستحضرني سبحان الله اللي هي من كان آمنا، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم. فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني آمنون في بيوتنا وفي أماكننا. فهؤلاء الناس الآن اللي في السودان إخواننا الإريتريين مشردون، ويعني حتى من الناس اللي كانوا عايشين في الخرطوم يمكن ما كان عندهم أوراق، فاضطروا إنهم إن الحكومة يعني رحلتهم إلى إريتريا، فما هو مصيرهم. فلذلك إخواني وأخواتي اللي ربنا وسع عليكم من أبواب رزقه وتفضل عليكم الله سبحانه وتعالى بنعم كثيرة، أن لا تبخلوا على إخوانكم. لا يشترط أن يكون هنا، عندما أقول هذا الكلام لا يشترط أن يكون لجمعية كبيرة، يعني ممكن تكون كبيرة ولا إيثار ولا كافل، أو إذا تستطيعون حتى أن توصلوه عن طريق يعني جمعيات أخرى مثل الأمل، فهذا يعني واجبنا. فرسالتي أن لا تبخلوا على إخوانكم. 55 جنيه استرليني لشهر كامل، أتوقع أنها يعني مبلغ في مقدور الكثير من الناس، سواء كانوا كم قيمة الوجبة؟ 55 جنيه استرليني. 55 جنيه استرليني. نعم. طيب احنا نعمل من الكنترول أن يذكرون حسابات الجمعية إما الآن أو لاحقا، حتى من أراد أن يتواصل معهم يتواصل. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. جزاكم الله. الحقيقة يعني بهذا نكون قد انتهينا من حلقتنا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في جمعيتكم وأن ينفع بكم وأن يكثر أمثالكم. آمين إن شاء الله. فأنتم حقيقة تقومون بواجب الحكومات وتقومون بواجب الأنظمة، يعني مسؤولية إعانة الإنسان عموما هو واجب الحكومات، ولكن مع الأسف كما نلاحظ ونرى أيضا لا ننسى إن ننسى فلا ننسى إخواننا في غزة. ما في شك. إيه نعم. رسالة بسيطة ولو في 30 ثانية. طيب بخصوص غزة. بخصوص غزة هل لكم جهود فيها؟ لا والله نحن يعني ليس لنا، لأنه نحن لسنا مسجلين إنه نحن جمعية عالمية، لكن نحن مسجلين للاجئين الإريتريين أينما وجدوا. لكن كما ذكرت شيخنا الفاضل، غزة هي قضية الأمة. نعم. غزة يعني تدمر، غزة بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى الدعاء. فلذلك نسأل الله أن يرفع عنهم هذا البلاء اللي نزل عنهم من الصهاينة. نسأل الله أن يفرج همهم ويشفي مريضهم. نعم. الحسابات جاهزة تعرض، من فضلكم اعرضوها لمن أراد أن يتبرع. هذه كما تشاهدون مشاهدي الأكارم حملة كبيريه ترست لدعم إخواننا اللاجئين الإريتريين خلال شهر رمضان المبارك. التاريخ كذا، الساعة كذا، قيمة الوجبة كما تشاهدون أيضا $25، أليس كذلك؟ أو 25 باوند. لا 25 باوند هذه حقت إيش هذه؟ يبدو أنهم أخطأوا الإخوة، هي 55 جنيه استرليني. 55 جنيه استرليني. نعم. أين مكتوب أصلا؟ هذا مجرد عنوان فقط. نعم هذه فقط الحملة. ليس الحملة غير مكتوب فيها القيمة. فنحن نقول جزاكم الله خير، هو هذا الموجود. مشاهدي الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا في غزة وفلسطين، وعن إخواننا الإريتريين في السودان، بل وعن السودان هذا البلد المبارك الذي لطالما دعم الشعب الإريتري في كثير من الأمور. نسأل الله تعالى متضرعين أن يرفع هذا البلاء وأن يغفر لهم وأن يتجاوز عن أخطائهم السابقة وأن يتجاوز عنا جميعا وأن يصلح بلادنا إريتريا وأن يصلح بلاد المسلمين عامة. هذا أخوكم برهان يحييكم باسمكم جميعا. أتقدم بالشكر الجزيل على ضيفي حبيبي وأخي أبي ياسر موسى محمد نور، كما الشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم لحسن المتابعة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.